والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير؟ لاباس عليكم بخير؟ أحوالكم طيبة؟ اليوم في هاد الميشن هادي هي عبارة عن ترينين ميشن، تدريب على كيفاش تتعامل مع الطيارة ديالك فاش كيوقعوا فيها الأعطاب غالبا كيوقعوا في الكامبين ملي كتكون خديتي شي دامج وبقات الطيارة طايرة، راه ميمكنش لها أنها طير بدون أعطاب. راه بعض المرات كيكونوا أعطاب أنك تقدر تخدم وتقدر توصل الطيارة لأقرب مطار وتحطها. كاين اعطاب اللي تقدر تتعامل معاهم وترجع الطياره ديالك، تقدر ترجعها حتى البيز اللي طلعتي منها. وكاينين بعض المرات الطياره انها كتطفى كومبليتلي وما عندك الا تيجيكتي منها. في هاد الميشن هادي غادي نطيروا ب اف 16 دي بلوك 52. غنكونوا طايرين في امان الله. شويه غيبداو الاعطاب واحد من ورا واحد، واحد من ورا واحد، واحد من ورا واحد. كل عطب غيوقع غادي نتشيكيوه ونمونيتوريوه ونشوفوا اشنو كل عطب الا وقع لك، شنو هي ردة الفعل ديالك اللي غادي دير، وعلى حسب العطب على حسب الاكشن اللي غادي تاخذ. يلا خليكم معايا. يا على بركة الله، الطيارة ديالنا طايرة في امان الله. غندخل التاكان ديال الرنواي 126 اكس راي 11015 اي 020 اي. التاكان راه دخلات صافي وغادي نطيرو عادي، رحلة اعتيادية. اوتو بايلوت نيكست سير بوينت. ريدر التيميتر صافي، وحنايا في الطيارة بحال غاديين بحال هكا نورمال، بحال طايرين عادي. باقي لي جي ماكس ما خدامش. اوكي ready to go. اوكي هنا وقع لنا مشكل الاول. شنو هو البروبليم؟ عندنا الكترونيك سيستم، عندنا مشكل في الالكترونيكس. الام ام سي مشى، فلايت اف سي ار مشى. اوكي عندنا مشكل. الا مشى الام ام سي راه كارثه. دونك ها هو السورس ديال البروبليم كاين هنايا. غنديرو ريسيت صافي، الامور رجعات الحمد لله. ريسيت فكات لنا المشكل. المشكل اللي كان عندي في المين جينيريتور، كان عندي مشكل في المين جينيراتور اللي كيعطيني الالكتريسيتي والهيدروليك بريشر. هو الانجين ديال الطياره هو اللي فيه مشكل. هو درت ليه ريسيت هو تحل المشكل، حيت لو ما تحلش المشكل كنت غنعتمد على الاي بي يو، والاي بي يو غادي نخدم به بستاند باي مود. حيت الانجين خدام، الاي بي يو حتى هو غيخدم. الاي بي يو هو هذا مصدر الطاقه الاحتياطي ديالي اللي غيعطيني الهيدروليك بريشر والالكتريسيتي باش نخدم الانسترومنتس الضروريه باش نطير. الا كان الانجين خدام راه ما كيخدمش بالفيول ديالو، الانجين هو اللي كيخدمو بالبليدين اير. هادي من واحد الناحيه، حتى لو خدمت به راه غينفعني. ولكن ملي الريسيت فكات المشكل صافي الامور رجعت كما هي. اوكي العطب الاول حنا ايوا مشى ليا الليفت ام اف دي. ليفت ام اف دي طفى. اوكي انا عارف اي نو صافي مشى الليفت ام اف دي، ماشي مشكل. غادي نخدم بواحد، نقدر نخدم به غير واحد، نقدر نسويتشي ليه. اوكي شنو واقع هنايا؟ عندي ايفيونيك فولت. من الاخر كاين مشكل في الايفيونيكس، في الالكترونيكس ديال الطياره. الايفيونيكس ديالها تضربوا سي نورمال. دابا خصني نرجع للقاعده. ما حد الاوتو بايلوت باقي خدام، غادي نخدم به. اوكي عندنا بروبليم واحد اخر هنايا. غنمشيو لهاد الفولت بانلز. شنو واقع؟ الفلايت كنترولز. عندي فلايت كنترولز مابقاش خدام عندي الاوتو بايلوت بطبيعه الحال. غادي نديرو ريسيت فلايت كنترولز. تيست بيج كلير. غادي نعاودو نجربو
واش خدامين ولا لا. صافي ها هما رجعوا خدامين، ولكن باقي عندي مشكل في الايفيونكس. المشكل ديال الايفيونكس راه ما تحلش، راه مزيان ملي باقي الهيد اب ديسبلاي. الايفيونكس يقدر يمشي لك الهيد اب ديسبلاي، تمشي لك النافيغيشن، تقدر تمشي لك الكوميونيكيشن، المهم. ولكن الطياره تقدر مازال طير عادي بحال قلتي، راه كتعمى الطياره ولكن تقدر مازال طير. لحد الان خصني نخلي الار بي ام طالع، ار بي ام ديال الطياره خصو يبقى طالع باش البليد اير يكون موجود، باش الاي بي يو الا كان غي يدخل يخدم مع الانجن، ما يخدمش من الفيول الخاص به، حيت الفيول ديالو فيه 10 مينيتس. ما قدرتيش الغرض في 10 مينيتس صافي. دابا انا كنعتبر راسي عندي هبوط اضطراري وامرجنسي، غادي ندير الاي اف اف امرجنسي. اوكي، ما غاديش نتسنى هادشي حتى يطيح، انا ما غنعولش عليه. كاين مشكل في الايفيونكس، راه كاين احتمال حتى الكوميونيكيشن تمشي. غادي نرجع الباك اب، غنخدم بالباك اب راديو، غادي ندير هنايا السيبر. اوكي، عندنا بروبليم واحد اخر. شنو هو؟ الجي بي اس. الله اكبر، مشى الجي بي اس. صافي غادي نعول دابا على الاي ان اس، هادو هما العينين ديالي دابا. صافي الكورس قالت لي قبيله باللي 020، غندخل الكورس على ود اللاندين. شنو واقع عندي هنايا؟ جي بي اس فايل. اوكي، اللي كان يعني انا هو الام ام سي فيلير. هذاك راه كارثه لا طفالك الام ام سي. جاب الله رجعت الالكتريسيتي، ما مشى راه مشكل. حيت الام ام سي هو البروسيسور، هو اللي كياخذ المعلومات كاملين وكي يتريتيهم وكيبينهم ليا عباره عن سيمبولوجي يا في الهيد اب ديسبلاي وفي الام اف ديز. كياخذ المعلومات من الاف سي ار كيزيد عليها المعلومات ديال الجي بي اس والاي ان اس، وكيدير الفيوجن، كيجمع كلشي وكيصايب لك واحد الصوره تكتيكيه ومفهومه في الام اف دي ديالك وفي الهيد اب ديسبلاي. هذاك اللي مشى راه مشى كلشي. اوكي، انيويز دابا راه خدام انا نيكست ستير بوينت بقات ليها 38، باقي لها 38. اوكي، الهيدروليك بريشر الخوت مشى ليا اي، ولكن بي باقي خدام. ملي كيمشي لك الاي غتقول غتوادع مع السبيد بريكس ومع الفيول بالانسي. اوكي، دابا سبيد بريكس ما كاينينش، دبرت على سبيد بريكس ما كاينينش. غادي نمشي نبعد بزاف من المطار باش نهبط السرعه على خاطري. غادي نهبط الالتيتيود ديالي ل 10000. صافي راه بديت كنقرب، بقات لي غير 3 مايلز. المطار راه هو لحد الهيد اب ديسبلاي خدامه، حنا كنبروفيتيو فيه. نبروفيتي في اي سيستم باقي خدام. بقات لي 1 مايل باش نقدر نتصل بابروتش ونعلمهم بالحاله ديالي. انا غير الفلايت كونترولز لا وقع لي فيهم مشكل راه كارثه. الاكثريه في الوقيته ديال اللاندين، ملي كتوقع ملي كتبغي دير لاندين وعندك مشكل في الفلايت كونترولز راه ما كتبقاش تحكم في الطياره، راه كتولي يا اما كدير البيتش كديرو بالجهد، وملي كدير الرول كديرو بالجهد، وباش تعاود تصحو ما كتلقاش كيفاش دير، وما عندكش الوقت فاش تبدا تعول على داك على الحدس ديالك ولا تبدا تحس بالطياره. مابقاش عندك الوقت، حيت كتولي الموفمون في يديك ماشي بحال ملي كيكونوا الفلايت كونترولز كيفونكسيونيو مزيان. اوكي، عندنا واحد المشكل اخر هنايا، عندنا مشكل اخر. اوكي،
ها اللي ما بغيناش، يلاه كنت كنهضر عليه، يلاه كنت كنهضر لكم على الفلايت كونترولز وما بغيتهمش يمشيو. دابا اي اس اي اول فيل دابا. اش كاين هادشي الخوت ولا ما عرفتش كاين. اي اس اي اي اس اي عباد الله هي انتجريتد سيرفو اكتويتر. هذا هو اللي كيعاون الكمبيوتر باش يحرك السيرفيسز ديال الطياره، الاليفيتور والايرونز والرادار بشكل دقيق وسريع. دابا هذا هو المشكل دابا يا عندي. دابا الطياره مابقاش كتستجب كيف كانت في الاول، دابا الهبوط غيكون كارثي. دابا المشكله if you know دابا هاد الاف 16 راها فلاي باي واير، يعني ضروري غيخصك ايوا هو الهيد اب ديسبلاي مشى، غيخصك الكمبيوتر اللي يتحكم لك في الاسطح ديال الطياره اللي كتحرك بهم السيرفيسز هادو. ضروري خاصك الكمبيوتر حيت هي فلاي باي واير. دابا المشكله راه تضرب ليا هاد العجب هذا، دونك الهبوط غيكون كارثي والله. الا يلاه هذا هو على وحق الله. يلاه قلت لكم راه مشكل في الفلايت كنترولز وكذا. الجي بي اوفي والو ما بغاش يتفك هادشي، ما بغاش يتحل هاد المشكل هذا. سوا تيست جي بي اس فلايت كنترولز هاد هاداك الشيء ما يتصلحش مازال. alright قلنا الباك اب راديو magnet 4 approach declare emergency. Magnet 41 Awakuni approach. Copy emergency. Continue inbound for runway 02. على سلامتنا ملي جاوبتي. ما عنديش سبيد بريكس، خصني نحاول نطيح من السبيد ديالي. وال 02 غادي نبدا ندور باش يلا نجيبها مع هي هذيك الالتيتيود ديالي 6000 بعيد على المطار ب 12 مايلز. صافي خصني نبدا نوجد راسي. يلا نهبط السبيد ديالي. اي اس اي باقي طالع تما، كاين دونك عندي مشكل كبير في الفلايت كنترول. Contact tower for landing. Magnet 4 tower declare an emergency. Magnet 41 Awakuni tower 030 at 5 knots. اوكي 0305 ناتس كابي. دونك غادي يكون شويه واحد الكروس ويند غادي يدفعني جهه اليسار فاش غنكون كنهبط. ما نهبط لاش غتهبط في لاندين جيرز، راه عندي مشكل في الهيدروليكس. غادي نهبطو بإمرجنسي alternate landing gear handle. اوكي غادي نهبطو بعبارة أخرى غنهبطو بالجاذبية، غنحليهم البيبان وغادي يهبطو. جوج لاكس الرويدة القدامية باقا، كنتسنى السبيد تهبط ل 90 قل من 90 غادي تطلوكا. شتا ما طلوكاتش. باقي 200 سبيد ديالي. زيد خصها السبيد ما تكونش طالعه بزاف حيت كتدفعها جهه فهمتي، خصها تهبط حيت هي كتهبط غير بالجاذبيه. اوكي صافي طلوكات هنايا غادي شعلنا الضوء. غادي نهبطو الهوك. علاش هبطت الهوك؟ حيت ما عنديش البريكس، ما عنديش الفران، ما كاينش الفران. كاشن شنو واقع عاوتاني؟ صافي بركه من الكاشن. صافي انا دابا كنشوف غير في الانستريمنتس، عارف السبيد ديالي 200، الاتيتيود ديالي 13، الانجل اوف اتاك راهي اراوند 10 ديجريز، خصها تكون طالعه اكثر. في التاتش داون صافي في 10 ديجريز راه مزيانه. السبيد ديالي خصها تكون طالعه. علاش؟ حيت قلت لكم راه عندي مشكل في الفلايت كنترولز. الا ما قديش راه غادي ندير جو راوند.
لاتيتود ديالو هذاك. 41 AWAC main tower, weight 030 at 5 knots, runway 02, clear for landing, jet gear down. Gear checked. Clear for landing runway 02 magnet 4. اوكي باقي انايا هاي واحد شويه خصني نهبط. السبيد ديالي حتى هي راه شويه طالع بزاف، ولكن مزيان تكون طالع. علاش؟ حيت عندي مشكل في فلايت كونترولز، راه ما كتحكمش في الطياره. دابا خصني نتقاتل باش ندير شي هبوط يكون شويه سلس. اوكي everything is under control. راه ما عندي ما ندير دابا. الفران ما كاينش، انا كنفراني ما كاين والو. اوكي هي شدات في الكيبل. هكذا كنكونوا هبطنا الطائره ديالنا بسلام. اليوم ما كانش غير ميشن، كان اختبار حقيقي. عطب في الكهرباء، من بعد هذا عطب في الهيدروليكس، من بعد الهاد وغادا. كل مره الطياره كتقول لك واش باقي ما هداكش الله طيح، كتعطيني فولت واحد الاخر. ولكن السر في هادشي انك ما تغلطش. السر هو تعرف تقرا الموقف وتاخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. التشيك ليست ماشي غير ورقه، راه هو اللي رجعني للبيز اليوم. هبطت الطياره بسلام، ولكن الدرس الحقيقي هو الا بان مشكل رجع، ما تتعاندش مع الطياره، حيت في الجو القرار صغير يقدر ينقذ حياتك ولا ينهي كلشي. في الكامبين كل حاجه محسوبه، ما تغامرش بالطياره. الا شفتي راسك غترجعها تقاتل معاها، رجعها حيت غتخصك. الا تسالاو لك الطيارات من ستوك راه ما غتبقاش حتى شي سورتي، وبالتالي غادي التاثير غيكون خايب على الميشن ديالك. حتى الاميونيشن ديالك خصك تحاول ترجعها وترجع داكشي اللي عندك في الجناح ديالك، راه غادي تحتاجو. نشوفكم في الميشن الجايه، حتى هي غادي تكون emergency landing، غادي تكون flame out landing. غنشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا معها حتى هي. كان معكم لوبو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.